السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من صفحة رانيا كيتشن. اليوم جيناكم بوصفة جديدة زي ما تعودتوا علينا، اللي هي بطاطا مشوية بالفرن. أنا عندي هون لكيلو ونص بطاطا، معلقتين كبار زيت زيتون، معلقة كبيرة زعتر ناشف أو أوريجانو، معلقة صغيرة بابريكا حلوة، ومعلقة صغيرة ملح. خلينا نشوف طريقة عمل البطاطا مشوية بالفرن. هسه هون انا عندي البطاطا بدنا نحطها بطنجرة بمي على الغاز لمدة 10 دقايق بعد مرحلة الغليان، يعني مرحلة تسخين المي، لمدة 10 دقايق بس فقط لا غير، بمي سخنة بعد مرحلة الغليان. وبعدين بنصفيها وبنشوف طريقة عمل شوائها وتتبيلتها. شايفين كيف هي قربت توصل لدرجة الغليان. هسه 10 دقايق بنعدلها بعد درجة الغليان على نار عالية، وبعدين بنصفيها وبنحطها بالصينية ونشوف طريقة تتبيلتها. هسه هيك البطاطا بعد ما غلي عليها المية لمدة 10 دقايق حطيتها بصينية. أنا حطيت تحت ورق زبدة عشان يضل فيها رطوبة. هسه بدنا نضيف عليها زيت الزيتون، ورشة الملح، ونضيف عليها البابريكا الحلوة، بس نحركهم شوي مع بعض. بعدين بنضيف عليهم إذا في عندكم إكليل الجبل أو الروزماري، هيك بس شوي يعني مش كتير. بعدين بنضيف الزعتر الناشف، كتير بعطي طعم طيب للبطاطا. هسا هيك عنا بطاطتنا صارت جاهزة، نحطها بالفرن على وجه التحمير لمدة ربع ساعة على نار عالية، يعني 180 أو 200، بس لمدة نص ساعة عشان تاخد لون الأحمر الحلو وبتكون دايبة ومستوية من جوا. خلينا نشوف طريقة تقديم البطاطا. هاي بطاطتنا بعد ما طلعت من الفرن، طبعا بتكون دايبة كتير من جوا ومتحمرة كتير من برا، طبعا ريحتها رائعة كتير. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تشتركوا بقناة رانيا كيتشن وتفعلوا زر الجرس وتكبسوا لايك. إن شاء الله يا رب ألف صحة وهنا.